قشطة صح. يلا. كانت المنصورة بيشارك في قسم علاج الإدمان، ده جزء تخصص للأمراض النفسية. في حالة ما بيحدث أوفر دوز أو بياخد جرعة زايدة يبقى نستدعي تيست التوكسيكولوجي اللي هو علاج السموم. بيشارك معنا برضه في صفة خاصة اسمها الأمراض الصدرية، وفي تبع الجامعة وحتى مجلس الوزراء. ده اعتبار من الشباب أمن قومي، يعني إذا كان كلمة أمن قومي تنطبق على حتى تنطبق على شباب جامعة المنصورة. عشان كده الحملة دي مهمة جدا جدا، لأنها أولا بتهدف إلى مخاطبة عماد المجتمع وهم الشباب. الشباب خاصة قبل الفروض والأسفل أي مشكلة مركبة فيها جزء نفسي، فيها جزء اجتماعي، فيها جزء صحي، لكن خطورتها بتعود على ضرر على المجتمع بصفة عامة. احنا ان شاء الله سبق الاعداد لحملة موسعة لمكافحة الادمان والتدخين بين طلاب كليات جامعة المنصورة. دي حملة موسعة لكن الفكرة بتاعتها في المؤتمر الأخير الدولي الأول لقسم الشباب والسلوك، من ضمن توصياته إن هو توعية الشباب بأضرار الإدمان، وبالتالي جاءت الفكرة إن احنا نعمل حملة موسعة. الفكرة دي
هديه جميله جدا ان انا احضر المؤتمر المهم ده. طبعا بشكر كل القيادات اللي قامت على هذا الموضوع، لان الموضوع مهم جدا ومش موجود من النهارده ولا من سنه ولا من بقاله سنين، بس ان احنا نفكر فيه ونداوم عليه دي حاجه مهمه قوي، عشان دايما نفكر شبابنا ازاي يفكروا صح وازاي يعيشوا صح. ده مش اول لقاء ليا في جامعه المنصوره، انا جيت قبل كده كذا مره، وسعيده ان جامعه المنصوره كل المواضيع اللي بتقدمها مواضيع مهمه جدا. بجد انا فخوره النهارده ان انا في وسطيكم جدا جدا جدا، واتمنى يا رب ان شاء الله مزيد من النجاح لكل الشباب. قبل ما اختم واشكركم هقول للشباب كلمه واحده: حافظوا على صحتكم عشان تقدروا تحافظوا على بلدكم مصر، وهفضل اقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا. الأستاذة الفاضلة منى التسيسي مستشار بيت العائلة، أهلا بيك يا فندم في محافظة القلية. شرف محافظة القلية إن حضرتك معانا النهارده. السيد الأستاذ الأخ الصديق الصدوق رفيق الكفاح الدكتور محمد حسن خناوي رئيس جامعة المنصورة. الأستاذة جهاد محمود مقرر رئيس بيت العائلة، أهلا بيك يا فندم. سيد الدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية الطب. السيد الدكتور محمد عطية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. الدكتورة الفاضلة سعد الدكتوري رئيس قسم الطب الشرعي. السادة الأفاضل عمداء ووكلاء ومديري المراكز الطبية بالجامعة. السادة الأفاضل أعضاء هيئة التدريس. السادة الحضور، السادة الأفاضل الشباب المحترمين، شباب المستقبل اللي قاعدين قدامي، أهلا بيكم. طبعا شرف لي أن أكون مشارككم هذا الافتتاح لمكافحة الإدمان اللي هو يعتبر ضلع أساسي في المرحلة الصعبة اللي احنا بنمر فيها حاليا، وهو زي ما زميلي الدكتور محمد حسن خناوي قال، احنا الأول كنا بنقتل بمعدات وجنود. النهارده الاحتلال بقى احتلال فكري، احتلال بصحتنا، احتلال بثقافتنا، احتلال بيبغي تدمير هذا البلد وهذا الوطن. النهارده لما بنحب كترت مش السجاير بس والترامادول والمخدرات، لا، برضه هنقول ان في احتلال عن طريق التواصل الاجتماعي والشتات واليوتيوب حاجات كتير جدا للاسف. الغرض منها تدمير هذا البلد وهم قاعدين هناك. الشباب هو المستقبل، الشباب هو قاطرة المسيرة في المرحلة اللي جاية. عشان ندمر هذا البلد ندمر الشباب فكريا، ثقافيا، اجتماعيا، تطرف، تشكيك، احباط. كل ده انا بقول للشباب اللي هم في منزله اولادي واشقائي، بقول لهم خلي بالكم، خلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم. العمليه مش تجاره وبرشام الترامادول بس، لا، العمليه عباره عن خطه محكمه ورساله عايزين يحتلوا بيها بلدنا، يحتلون في كل شيء. الترامادول والحشيش والمخدرات والبنك والافلام الاباحيه والرسائل الوهميه والإحباط وفقد الأمل وضعف
الصحة وانتشار الأمراض الغرض منه تبقى بلد ضعيفة، بلد غير منتجة، بلد غير قوية تقدر تحمي نفسها. هو ده هدفه. لكن أنا متأكد إن مادام في شباب واعي زي هذا الشباب المتحضر اللي أنا شايفه قدامي، عمر ما هيقدروا يستهدفوا بلدنا أبدا 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 أبدا. طالما في شباب يقدر يحارب ده ويقف ضد ده ويكون عنده الأمل واليقين بأن إحنا مستهدفين. خلي بالكم والله ما سيجارة، لا ولا أكتر من السيجارة. إيه اللي بعد السيجارة؟ هات لي واحد مدمن مزاجه رايق، هات لي واحد مدمن يروح الشغل بدري، هات لي واحد مدمن في أسرة سليمة وصحيحة، هات لي واحد مدمن مش دايما محتاج وفقير، هات لي واحد مدمن مش دايما مزاجه مش رايق، هات لي واحد مدمن، هات لي 80% 90% من الحوادث سببها الإدمان، 90% من التحرش والاغتصاب الإدمان، 90% ما لم يكن 100% من التطرف الفكري سبب الإدمان. خلي بالك أنا طبعا كنت عايز أوصل الدكتور محمد وأقول للإخوة القائمين على هذا العمل إن إحنا مش عايزين، وأقول للدكتورة إحنا مش عايزين نكافح الإدمان بس، في حاجة أخطر من الإدمان وهو الصراحة سبقني وقالها، وهي مكافحة التطرف والإرهاب الفكري. التطرف فهو إدمان، في ناس مدمنة، هو مدمن، هو غيب، هو اتمسح عقله، اتقال له خلي بالك هو ده الصح، وانت كده فكر نفسك، اعمل، دمر بلدك، بيع شرفك، بيع وطنك، بيع كرامتك عشان تبقى بني آدم، وغيب. وبالتالي أنا بقول لكم أنا بشكرك إن حضرتك في إن شاء الله دورة أو في ندوة أو في حملة قوية لمكافحة الإرهاب والتطرف. أنا مش هقدر يعني مهما اتكلمت وقلت الزملاء أفاضل، بس أنا بقول لكم خلي بالكم، بلدكم أمانة في رقبتكم، في رقبتكم، بلدكم أمانة في رقبتكم. خريج كلية طب النهارده بيتخرج ما بيلاقيش شغل بسبب اللي احنا فيه. خريج كلية طب بيطلع النهارده ضعيف بسبب اللي احنا فيه. أعلى وأسمى رسالة الطب للأسف في ناس عايزة تدمرها، وانتوا شفتوا اللي حصل من الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبله. لكن أنا متأكد مهما حصل ومهما عملوا ومهما حبوا يغيبونا ومهما حبوا يهدمونا مش هيقدروا. بلدنا قوية بيكم وبهذا الشباب المتحضر وهؤلاء الكوكبة العظيمة اللي بتحب بلدها. إن شاء الله مصر